أهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم قصص بيضاء. اليوم غادي نحكي لكم قصة وحدة منا. وحدة كانت عايشة بخير وعلى خير، ولكن قلبها بدا يعمر بالحسد بلا ما تحس. وكل نهار كانت كتقارن حياتها بحياة وحدة قريبة ليها، حتى غفلات على النعمة اللي بين يديها. قصة اليوم قصة مؤلمة ولكن صادقة، فيها عبرة كبيرة لكل وحدة كتقول: علاش حياتي ماشي بحال حياة فلانة؟ بغيتكم تسمعوها للآخر وتخليو قلبكم مفتوح، حيث يمكن تلقاو فيها راسكم أو تلقاو فيها الدواء لقلبكم. صاحبة القصة كتقول: أنا سميتي سناء، عمري 29 عام. ملي خديت الإجازة قلت نجلس في الدار شوية، نرتاح شي عام هكاك، وعاد نبدا من جديد، يا نقلب على خدمة يا نقرا شي حاجة. حنا ساكنين في واحد المدينة صغيرة، من عائلة مغربية بسيطة بحال أغلب العائلات. ما خصنا والو الحمد لله، ولكن ماشي أغنياء. أنا الكبيرة وسط 5 الخوت ولاد. ربوني والدي على الاحترام والحياء، وكانوا ديما تيقولوا لي: رضا الله في رضا الوالدين، ورضا الوالدين في القناعة. كبرت على هاد المبادئ وعارفة هاد الشي، وعندي القناعة في قلبي. ولكن في لحظة من حياتي اتبدل كل شي. المهم من بعد كثرة الراحة ما بقاش عندي كان القراية والورقة والستيلو. بغيت نبدل، دخلت نتعلم الفصالة والخياطة، بحكم كنت كنعرف الطرز من صغري. تعلمته مع ماما وخوالاتي. شديت الدبلوم ديالي وبديت كنبريكولي. خويا اللي صغر مني وهو الكبير في الولاد، امين، خدم استاذ واللي تابعوه حتى هو. وخوتي الصغار مازال كيقراو، 2 في الكلية وواحد مازال في الثانوي. أنا الكبيرة في الدار، وكانت عندي مكانة خاصة. نقدر نقول لكم كنت أكثر من أخت بالنسبة ليهم. كنت اليد اليمنى ديال بابا وماما، نشقى نطيب نصبن ونقاد لخوتي حوايجهم، واللي بغى شي حاجة كيسولني، واللي بغى بابا يشري ليه شي حاجة كيطلبني أنا نطلبو ليهم. وبابا كان كيقول: بنتي سناء هي مولات الدار، ما عمرو ما خسر ليا. تزوج خويا امين قبل مني، وجاب مراته للدار، سكنوا معانا واحد المده قبل ما يكملوا دارهم. خويا امين كان شرى بقعه خارج المدينه، وعاونوا بابا وخويا الاخر باش يبنيها. مراته سميتها حنان، بدلت لها الاسم حيت هي حاليا معروفه ومشهوره. بنت زوينه انيقه، كتعرف تلبس وتعرف تهضر وكتضحك مع الكل، وكتدخل راسها فين ما مشات. العائلة كاملة حباتها. من أول ما جات حسيت بالأجواء ديال الدار تبدلات. كانت ناشطة أكتر من القياس، وغا كتضحك وحادقة بزاف ولسانها حلو. كتصوب غير كيكة، فاش كتحطها كتقول: هادي صوبتها لكم من القلب. وهاد الشي كان كيفرح والديا بزاف. الصراحة أنا من الأول حسيت بشي حاجة الداخل ديالي ما بغاتهاش. كنقول مع راسي: شوف شحال متفتحة، شوفي كيفاش كدير، كيفاش كتبقى ترطى وأنيقة. شوف خويا تا هو كيفاش فرحان بيها كيضل يضحك معاها. ماشي حسد، ولكن بداني داك الفضول اللي تيجي من القلب الضعيف. المشكل ماشي غير في الجمال ديالها ولا الضحكة ديالها، ولكن في التفاصيل الصغيرة. بابا اللي كان يدخل ويعيط: سناء فينك؟ ولا كيعيط: حنان جيبي ليا الماء، حنان هادي حنان هاديك. وماما اللي مولفة تستشر معايا في كل شي، ولا تسولها هي وأنا كاينة: اش بان لك حنان نطيبو هادي ولا هادي؟ حتى العادات تبدلوا بلا ما يحسوا. وانا الكبيره ديال الدار وليت كنحس براسي ضيفه. بدات حياتها كتبان ليا مثاليه، وهي صغر مني وتزوجات وانا مازال. خويا اللي خداها 1000 وحدة تمناه ووفر لها كل شيء، حتى دارهم سبحان الله وجدت في أقل مدة ما كتوجد عند الناس. كل شيء لها ميسر. كانت عزيزة على ماما. وبابا ولات مهمة عنده بحالنا، ولا ديما يدخل من الباب ويسول عليها. بابا اللي مولف من عقلت عليه، وهو كي كيدخل كيعيط بسميتي ضروري. هادشي كلشي كان عارفه، القريب والبعيد. كان مولفني ومولف هاد العادة. سناء فينك؟ مرة يجيب ليا شي سقاطة، مرة غير كيعيط وصافي. وتانا واخا نكون ما عرفت اشنو كندير كنحط
داك الشي اللي عندي، وكنوض عندو نبوس ليه على يديه. ودابا ولا مرة يعيط عليا ومرة يعيط عليها. تخيلوا بهاد السرعة بابا تبدل عليا. واحد النهار كنا في الكوزينة كلنا، انا وهي وماما، والشرجم على الشارع. سمعت طونوبيلتو وهزيت فوطه نشف يدي باش غير يدخل ونمشي، يعني كنوجد راسي باش دغيا نمشي عنده كيف العاده. ولكن هو كي حل الباب عيط على حنان. ناضت كتجري عندو، عطاها ميكا ديال الديسير ولا ما عرفت شنو فيها، وانا بحال الا ما كايناش. وزدت حقدت. كان مره يتفكرني مره ينساني بسببها. وخوتي تا هما كلهم حنان حنان. وحتى هي كتزيد تعصبني فاش كتبقى تحذرهم وتعيط لماما اللي هي حماتها ماما، وتعيط لبابا بابا سيدي. وانا جاني هاد الشي بزاف على الصواب، وحسيت بيها غير كتصنع، وباللي كلهم غالطين فيها، انا اللي عايقه بها وبفعيلها. وحتى من جاراتنا زادوا عليا. وحده قالت لماما قدامي: تبارك الله، مرات ولدك مقبوله ودايره الحس، ديما ضاحكه الله يحفظها. انا تبسمت ولكن الداخل ديالي كنت كنغلي. ومع مرور الايام بديت كنلاحظ التغيير ديالي براسي بلا ما نحس. كنت كنحاول نهضر معاها ونضحك، ولكن قلبي كان حابسني. عييت نمثل باللي راني عادي وراني كنبغيها. المهم تحولوا لدارهم وارتحيت منها شوية، ولكن كانت تابعاني حتى في أوقات الفراغ ديالي. كنهز التليفون نبغي نقلب الانستغرام والفيسبوك ونتلف الوقت شوية، حتى كنلقاها ولات كدير وصفات الطبخ، وباللي بدات كتشهر والسيدة نجحات وأنا ما في خباري والو. حسابها في الانستغرام عامر، واليوتيوب قناتها ناجحة، وكل شي تيبارك لها. وانا كنت في دارنا، لا خدمه لا ردمه. تانا قاريه وعندي صنعه، ولكن ما عنديش خدمه. وخا نبغي نخدم حتى حاجه ما كتيسر ليا. كنبدا شي بلان وما كنكملوش. كنعقل شديت خدمة من عند واحد الخياطة، وبقات شهر وهي تجي تشد حوايجها وقطعات معايا. انا واخا معلمة مزيان التطريز والفصالة والخياطة وعندي الصنع في ايدي، ولكن كنفقد الشغف وكنعجز. عكسها هي اللي عندها الخاطر وحاذقة، ولانها منظمة بزاف اي حاجة كتعرف تلقى ليها تخريجة، حتى كتخلي كل شي على خاطره. بديت نحس راسي كنقارن حياتي بحياتها، كنقلب علاش هي حياتها مقادة وانا حياتي صامتة. واحد المرة مشينا لدار خويا وهي كتوري لماما صالونها الجديد، والريدوات اللي جاوها من تركيا كانوا مشبكين ومطروزين صوباتهم ليها اختها. وهي تبسم وقالت: سناء، خاصك تبداي تفكري في راسك. شوفي اختي خدات الدبلوم ديالها غير من وراك وولات خدامه بيه. وحتى انا فكرت في مشروعي وخدمت عليه. خاصك ديري شي حاجه لراسك. كلامها مرضني وزدت حقدت عليها. قلت لراسي: غير انا ولا هي؟ من داك النهار وليت نحاول نقلدها. التقليد اللي بدا كيدمرني. شريت بزز عليا حوايج ماشي في استطاعتي. دخلت الكريدي باش نشري تليفون بحال ديالها. درت حتى انا صفحة في الانستغرام ووليت نحط صور ووصفات ماشي ديالي، غير باش نبانت انا بحالها ونولي مشهورة. ولكن صدقوني كنت كنعيش كذوب، ماشي انا هادي. وحتى صحاباتي والناس اللي قراب ليا بداو يلاحظوا هاد الشي، وبداو يتفاداو يجلسوا معايا ويجمعوا معايا، حيت حسوا بيا وليت سطحية وتنحسد. وملي نجلس وانا كنهضر غير عليها وكل طاقة سلبية، ما كنخلي حد يشكرها قدامي. ماما كانت عايقة بيا ولاحظت كل شي وعيات، بغات تخليني نشوف حياتي ونخلي عليا مرات خويا في التيقار. حاولات وحاولات، ولكن ما عمرها فضحاتني مع شي حد، واخا حتى بابا. كانت كتجيني لحظات كنكره فيها حتى المراية. كنشوف راسي ما كنشبه ليها في والو. شعرها رطب وشعري مشوك، هي رشيقة وفصالتها مقادة وأنا غليظة. هي أنيقة وأنا عادية. هي بيضة ووجهها وبشرتها صافية وأنا فيا طبايع. هي وجهها ضاحك ومبشور وأنا وجهي عابس.
ماما كانت كتقول لي راه اللي كيبان لك ناقص فيك انت راه كيبان عند واحد اخر اللي شي حاجه ميزه وتا هو بالنسبه ليه نقص عنده. كانت كتحاول ترطبني وكتحاول ترجعنا للطريق، ولكن انا ما كنت باغا نسمع. بقيت بحال هكا حتى ما بقاش كافيني غير نقلدها، وليت باغا نقلب باش حتى نحطمها. كندخل بحسابات مزيفة ونعايرها ونطيح منها في التعاليق ونقول جربت الوصفة وما صدقاتش، عندكم تبقاو متبعينها. كل مرة من حساب مختلف، وكل مرة معيارة، وكل مرة تعليق جارح وتعليق سلبي بزاف. والنهار اللي كندم عليه في حياتي هو نهار تجرأت ندخل لحسابها الشخصي في الانستغرام. كنت عارفة خويا عنده حساباتها كلهم حالهم عنده في تليفونه، بحكم هو كان كيعاونها يجاوب على الناس ولا يقاد شي منشور ويعاونها في التفاعل وفي الإشهارات. خليت خويا حتى كان مشغول وقلت ليه عطيني تليفونك نشوف شي حاجة، تليفوني طافي، وحيت أنا الكبيرة كلهم ما كيخسروش ليا. عطاه ليا، دخلت ديريكت الانستغرام ودرت حذف للحساب، وهما يصيفطوا ليها في الايميل باللي خاصك 14 يوم عاد يمكن نحذفوا لك الحساب. في البلاصه عيطات. انا كنت مازال في الانستغرام كنبقشش، وقاطعتني المكالمه ديالها. خويا من صوت الرنه اللي داير عرفها هي، خدا من عندي التليفون وجاوبها وهي تعاود ليه وسولاتو واش دار شي حاجه بلا خبارها. قال لها لا، وخافوا بجوج لا يكون شي هاكر ولا شي واحد بغى ياخد ليها حسابها. قطع معاها، لقى باللي اختو العزيزة هي اللي دارت هاد الشي، وباللي مازال ما كملت الخدمة. المهم حصلت متلبسة، والانستغرام مازال محلول وبالضبط في الاعدادات. تصدم فيا وعيط لماما وبابا، وكل شي داروا فيا، وطيحت بقيمتي اللي كانت كبيرة وسط عائلتي. قمعوني حشموني. بابا بقى ينصح فيا، ومرة كيعايرني وكيفكرني ويقول لي هذه هي تربيتي اش خاصك انتي في هاد الشي؟ انتي ماشي هي، وكل واحد عنده طريقه. علاش ما ركزتيش في راسك؟ ومن شحال هذا وانا حاضيك وكنشوفك كتغيري من مرات خوك. تقهرت بزاف، حتى من خويا امين اللي ديما كان كيحترمني وكلمتي ما كطيحش للارض، اللي قلتها ليه واللي طلبتها ليه يديرها. ويا ربي غير نضحك ليه، وقف وقال لي من اليوم نسي عندك شي خوك سميتو امين. كنت غالط فيك وعاطيك كتر من قيمتك، انتي مريضة خاصك الدواي. تصدمت وتحرجت. انا اللي كنت راس وليت رجلين، وليت غير ساكته، ما كنعس، ما كناكل، وما كنبغي نشوف حتى حد. حتى خوتي الصغار ولات معاملتي معاهم ناشفه، واخا كيحاولوا يضحكوني ولا يجيو عندي يبغوا يجمعوا معايا وينسيوني، انا ما بقاش عندي الوجه ولا الخاطر ليهم. باغا غير فين نهرب من كل شيء. وليت تنفكر علاش درت في راسي هاد الشي، علاش وليت نكره الخير للناس، علاش من الاول ما قبلتش حياتي كيما هي. واش انا غبية؟ واش انا ضعيفة؟ واش انا حيت فاشلة وباش نبرر الفشل ديالي خاصني نبخس النجاح ديال غيري؟ وليت كنفكر نمشي عند طبيبة نفسانية، ولكن ما قدرتش، خفت من كلام الناس وبقيت غير كنطلب الله باش يفرجها عليا. كنت نصلي ونستغفر هكا كندوز نهاري. وبابا ما بقاش كيعيط عليا فاش يدخل، ولو غير بالغلط. تخيلوا، وصلت لدرجة كنحس راسي انني كنبان ليهم رخيصة. واحد النهار وانا كارهة وجالسة غير وحدي، سد عليا في بيتي وجالسة كنخمم في اش وقع ليا، قلت ندخل شوية الفيسبوك. دخلت لواحد الجروب في الفيسبوك، لقيت قصة ديال بنت كتعاود على حالتها بالضبط بحالي، كيفاش كانت كتغير وكتقلد اختها اللي مزوجة، حتى ضاعت منها حياتها وضيعت حياة اختها معاها، وطاحت في الحرام، ورجعت كتطلب السماحة وكتحاول تصلح اللي خسراتو. إلا أنها كانت تعطلت بزاف، وأمها ماتت بسبب الفقصة والشمتة، ومرضاتش قدام العائلة اللي ولات سيرتهم هي باش كيسخن المجمع. من تما قلت الحمد لله اللي غير هادشي اللي وقع ليا. راه الغيرة مرض، والتقليد غرق،
والحياة مكتاب ومجهود ماشي مقارنة. قررت أنني ننسى كل شي ونديها في راسي وفي حياتي ونخدم على راسي ونوقف من جديد وننسى كل شي اللي وقع، ولو ماشي ساهل. ولكن كنت خاصني ندير شي حاجة لراسي اللي تخليهم ينساو داك الشي اللي درت ويشوفوا فيا بنظرة جديدة. بديت نرجع لعادتي، تقربت من بابا اللي تا هو دغيا نسى وفرح بيا حيت بغيت نخدم على راسي، وقال لي انا نعاونك الا بغيتي هادشي، انا نعاونك. وفعلا حليت المحل ديالي بمساعدة بابا الله يخليه ليا، وبديت نخيط نطرز نكري موديلات وبديت نعرضهم على الناس، وحده خدات وجابت معاها وحده اخرى، وحتى مرات خويا تصالحت معاها ومع خويا وداروا لي الاشهار لخدمتي واخا ما طلبتش منهم، الله يجازيهم بالخير. رجعت ثقتي في راسي وبديت نضحك من قلبي وكنتصاوب مع الكليان، واللي ما عندهاش ما كنحرجهاش، بل بالعكس. ولا عندي شعار في حياتي: خلي الخير يدور حتى يوصل عندك وما تنسيش تدوريه لغيرك. أنا اليوم عرفت باللي الحياة ماشي سباق، كل واحد عنده توقيته، والغيرة هي أكبر عدو للروح. ماشي عيب نحس بالنقص، ولكن العيب نخلي هاد النقص يحكمني. وكنقول للبنات كاملين: قارن حياتك اليوم بحياتك البارح، ماشي بحياة جارتك ولا صاحبتك ولا أختك. راه الكمال غير لله، وحياتك زوينة إلا عرفتي كيفاش تشوفيها. أحيانا أكبر عدو لحياتنا ماشي الظروف ولكن المقارنة. ملي كتقارن حياتك بغيرك كتطفى شمعتك وكتبدا تعيش في الظلام ديال الغيرة والتقليد. قصة زوينة وفيها عبرة كبيرة. البطلة ديال اليوم دازت من طريق صعيب ولكن فاقت وفهمات أن الحياة ماشي سباق، وأن كل وحدة فيها ما يكفي باش تكون ناجحة وسعيدة بطريقتها الخاصة. نتمنى من كل وحدة كتسمع هاد القصة توقف لحظة وتفكر وتسول راسها: شنو عندي في حياتي وما مقدراهش، وشنو خاصني نقدر فيه راسي بلا ما نقارنه بغيري. شحال من مرة ضيعت فرحة كنت نستاهلها غير حيت شفت وحدة أخرى فرحانة. ردي على راسك قبل ما تجاوبي شي حد، حيت كل شي كيبدا من الداخل، وكل وحدة فينا فيها النور ديالها، غير خاصنا نحيدو عليه غبرة الغيرة والمقارنة. القناعة كنز، والتقدير الذاتي هو المفتاح اللي تيحلك هاد الكنز. قدري ذاتك. وشكرا بزاف حيت وصلتوا معايا حتى لهنا. وإلا عجبكم الفيديو دعموني بالاشتراك وخليو لايك وتعليق، وخليو ديما في بالكم: القصة ماشي غير حكاية، القصة هي مرآة لحياة شي واحد فينا. نشوفكم بخير في القصة الجاية.